أهلا بكل أصدقائي الأعزاء من جريد 5. معاكم مستر محمود رضا، والنهاردة تاني سيشن في منهج جريد 5، وهنكمل درس البلانت نيدز. نهينا المرة اللي فاتت إن احنا كنا اتكلمنا عن البلانت وإن هو عنده parts like stem, root, leaves and flowers. النهاردة هنكمل ونعرف إيه هي الفوتوسينثيسيس وإزاي البلانت مهم لينا كلنا. يلا نبدأ بعون الله. أول سؤال عندنا: What will happen if the plant disappear? If there is no plant, what will happen؟ هتقولي ولا حاجة مثلا. إيه يعني مش هيبقى فيه plant هنعيش عادي؟ لا، ال plant is so important. مهم جدا جدا جدا. أقول لك مهم في إيه؟ عشان بيعمل process مهمة جدا. العملية دي اسمها photosynthesis. After me قول معايا كده: photosynthesis. Again photosynthesis. This process العملية دي البلانت prepare his own food. بيعمل طعامه، بيطبخ زي ما احنا بنطبخ طعامنا. يعني مثلا احنا بنيجي ناكل بنجيب رز بطاطس طماطم ونطبخ، صح؟ هو البلانت بياكل رز وطماطم وبطاطس؟ لا. Our plant make up a process called photosynthesis. طب ايه اللي بيحصل فيها ترى؟ تعال نشوف. اللي بيحصل في الفوتوسينثيسيس هنا ان هو اول حاجه بياخدها السانلايت، بيعمل ابزورب السانلايت. طب انهي جزء من البلانت اللي بيعمل كده؟ الجرين ليفز. كل البروسيس دي بتحصل في الجرين ليفز. اول حاجه بتعمل ابزورب، تمتص السانلايت عشان فيها كلوروفيل. فيها ايه؟ chlorophyll. So the plant leaves has chlorophyll. Chlorophyll absorbs the sunlight. وايه تاني؟ برضو في هنا ستوماتا. Do you remember ستوماتا؟ الفتحات الصغيرة اللي موجودة فيها دي تعمل برضو absorb للكربون دايوكسيد from the air. يبقى احنا عندنا السانلايت بيخش من الكلوروفيل، والكربون دايوكسيد بتخش من الاستوماتا or stomata. اوكي، and finally واخيرا الووتر والمينرالز بتخش عن طريق الروت. يبقى عشان يعمل اكله بياخد ثلاث حاجات. First one here، أول واحدة السانلايت، تاني حاجة كربون دايوكسيد، وآخر حاجة الووتر والمينرالز. كل دول بيخشوا مع بعض جوه الليف، جوه الليف هنا، ويحصل لهم ميكسينج ويحصل لهم كوكينج عشان في الآخر يطلع لنا حاجتين: البرودكت، البرودكتس اللي هم النواتج، المنتجات اللي بتطلع لنا بعد ما البلانت يعمل فوتوسينثيسيس. بيطلع جلوكوز شوجر ودوت الفود بتاعه، وبرضه بيطلع اكسجين جاز. عارف الاكسجين؟ Yes, all of the living organism breathe oxygen. Yes. عشان كده الفوتوسينثيسيس is so important. ان البلانت give us what? Oxygen. Excellent. يبقى تعال نقول مع بعض تاني ان the photosynthesis who make it، مين بيعملها؟ Plant or human؟ ها؟ Plant. That's right. تعال نشوف. زي ما انت شايف كده ديت المطبخ بتاع الفود فور ذا بلانت. تاخد اللايت، كربون دايوكسيد and water. water sunlight كربون دايوكسيد again. water sunlight كربون دايوكسيد. الثلاثة دول مع بعض جوه الكلوروفيل اللي موجود جوه البلانت ليف طلع لنا شوجر، واسمه ايه بقى؟ جلوكوز. excellent. and oxygen gas. دي جارت فهمتها؟ طب تعال اسألك، يلا دورك. Number one. Plant takes what? Hmm? From the sun takes what? Light. Excellent. And takes what from the air? From the air. Breathe. Takes what to make photosynthesis? Carbon dioxide. And finally في الآخر بياخد إيه من ال soil؟ بياخد إيه من السويل؟ Water. شاطر. هيدينا إيه في الآخر؟ Glucose sugar and مين المهم جدا؟ Oxygen. So it takes بياخد كربون دايوكسيد ويديني اكسجين جاز. يلا دورك تاني. بياخد ايه من الصن؟ لايت. اكسلنت.
بياخد ايه من الاير؟ كربون دايوكسيد. بياخد ايه من السويل؟ ووتر اند مينرالز. في الاخر يديني شوجر and oxygen gas. تانية. الphotosynthesis is a process by which plant use sunlight, carbon dioxide, water to make food. Yes, so which gas that goes to this girl? البلانت بيدينا انهي جاز؟ oxygen. شطور. and takes what؟ بياخد ايه مننا؟ كربون دايوكسيد. شطور. يبقى احنا عكس البلانت، احنا بناخد اكسجين وبنطلع كربون دايوكسيد، انما البلانت بياخد كربون دايوكسيد وبيطلع اكسجين. شطور. bonus question for you. give reason. هنقول هنا why the life is impossible without plant. ليه البلانت is so important for us؟ ليه مهم جدا جدا لينا؟ وانت فاكر؟ yes، مهم because it releases oxygen during photosynthesis. Releases oxygen, give us what? Oxygen gas. That's right. So it's so important because it releases oxygen. Here, how does the photosynthesis occur? تقدر تقول لي؟ يلا قول مع نفسك. Takes what? Great. And happens where؟ بيحصل فين؟ في leaves. ويدينا sugar and oxygen. يبقى هو بياخد ايه؟ water, sunlight, carbon dioxide. شطور. ازاي بقى بياخدهم؟ احنا عرفنا ان هو بياخد الووتر والاير. تعال نشوف ازاي. اول حاجه من الروت، الروت absorb water، بيمتص الووتر وبيطلعها بعد كده للستم. الستم بدوره بيطلعها فوق للليفز عن طريق الزايلم. احنا في السيشن اللي فاتت قلنا ان الزايلم ده عامل زي الاسانسير، بياخد الحاجه لفوق. transports water and nutrients up. خليك فاكر ان الزايلم goes where؟ بيطلع فين؟ up، لفوق. بياخد ايه معاه؟ the water. so الووتر جت من الروت وطلعت على الستيم في الزايلم. طب بعد كده يروح فين؟ هيروح لحد الليفز. الليفز دي بقى فيها كلوروفيل. تنساش الكلوروفيل عنده green color absorb الsunlight، وبسبب الكلوروفيل ده البلانت green. يبقى لو قلت لك give reason why the plant is green because it has ايه؟ عنده ايه؟ chlorophyll. again this plant is green. so ايه المشكلة يعني؟ ليه جرين؟ عارف هو ليه جرين؟ عشان عنده صبغة اسمها كلوروفيل لونها جرين. من كتر ما هو عنده كلوروفيل بقى لونه جرين. والكلوروفيل ده برضو بيعمل ابزورب بالسلايت، بيمتصها، وهو بالسلايت دي جوه الليف بيطبخ الكربون دايوكسيد والووتر عشان يدينا في الاخر شوجر، جلوكوز and oxygen. كل ده بيحصل فين؟ in the leaves. يبقى الفوتوسينثيسيس happens where؟ تحصل فين؟ في الليفز. شاطرين. بعد كده بعد ما يخلص بقى الفوتوسينثيسيس ويبقى معانا فود، والفود دوت بيكون موجود فين؟ جوه الليفز هنا، صح؟ مليانه شوجر، جلوكوز. طب هو الليفز هتاكل لوحدها؟ No. This sugar glucose will move down. طب ازاي؟ هينزل ازاي؟ هينزل في اسانسير تاني. الاولاني اسمه زايلم، طب دوت اسمه ايه؟ فلايم. again فلايم. يبقى احنا we have two vessels. the first one called اول واحد اسمه زايلم، والزايلم ده goes up بيطلع لفوق، بيكون شايل ايه؟ water. excellent. طيب التاني اسمه ايه؟ الاسانسير التاني اسمه فلويم، بس الفلويم ده goes down، بيكون شايل ايه بقى؟ شايل الفود to all the plant parts. مستر محمود انا مش فاهم الحته دي كويس. تعال نروح للوايت بورد وافهمك كويس. دلوقتي انا عندي this plant، البلانت الجميل، الشجره الجميله دي. حلو. انا بقى جوه الستيم ده اسمه ستيم. جوه الستيم ده
أنا عندي أنبوبتين. أول أنبوبة اسمها زايلم، أهي أول واحدة طالعة لفوق واسمها زايلم. حلو، يبقى أول أنبوبة أو ممكن نسميها فيزل. أول فيزل اسمها إيه؟ زايلم. والزايلم ده جوز أب، بيكون طالع فوق بس وشايل معاه الووتر. حلو كده؟ تمام. تاني فيزل أو تاني أنبوبة بتكون نازلة لتحت، أسانسير نازل لتحت. طب اسمها إيه يا مستر محمود؟ اسمها فلويم. اسمها إيه؟ فلويم. وتكون نازلة لتحت وشايلة الفود، والاتنين مع بعض اسمهم ستيم. يبقى الستيم بتاعي ده مكون من حاجتين، زايلم وفلويم. اسمهم ايه؟ زايلم and فلويم. شطور. هيبقى قدامنا أسئلة ونحل مع بعض ونشوف إذا كان الدنيا واضحة ولا لأ. دلوقتي عرفنا إزاي الفود بيتنقل. طيب ماشي، يبقى تعالى دلوقتي هسألك السؤال دوت. مين دوت؟ قول لي اسمه. ده طالع لفوق ولا لتحت؟ لفوق، أب شاطر. بنسميه إيه بقى؟ الصنصير اللي طالع لفوق شايل ووتر معاه بنسميه إيه؟ زايلم. شطور. طب واللي نازل لتحت وشايل الفود بنسميه فلايم. excellent. شطور. So this one is xylem and this one is phloem. واقول لك حاجه، الاتنين مع بعض اسمهم ستيم او بنسميهم ترانسبورت سيستم. اسمهم ايه الاتنين مع بعض؟ ترانسبورت سيستم in plants. يبقى transport system in the plant consists of، في حاجتين، xylem وفلويم. يبقى xylem وفلويم مع بعض بيدونا حاجه اسمها ايه؟ ترانسبورت سيستم. شطور. تعال نكمل. تعال نشوف. تعرف عن الزايلم؟ يلا شطور. شاطر. الجوز بيروح فين؟ up. That's great. and carries، بيكون شايل ايه معاه؟ water or food؟ الووتر. شطور. what about phloem؟ up or down؟ down. great. بيكون شايل ايه؟ the food. That's great. So this one transports water from root to leaves. This one transports food from leaves، بياخد من leaves وبيروح للبادي بارتس. حلو. طب هي مهمة photosynthesis؟ فاكر هي مهمة ليه؟ امم بتدينا ايه؟ oxygen gas. شطور. هي gives the plant food and give us what? The oxygen gas that is necessary for life. طب هو احنا عندنا في جسمنا حاجة شبه الترانسبورت سيستم بتاع البلانت ده؟ شطور، الله أكبر عليه. سبحان الله. بيقدر ينقل الفود والووتر. هل احنا as human عندنا ترانسبورت سيستم، انابيب صغيره كده بتطلع وبتنزل وشايله فود وشايله ووتر؟ اه عندنا. ايه اللي انت شايفه قدامك ده؟ دي البايبس اور فيزلز اللي جوه جسمنا، والسيستم ده اسمه circulatory system. again اسمه ايه؟ circulatory system. again circulatory system. This system as can you see here زي ما انت شايف مكون من ايه ده؟ من vessels. These are vessels، اسمها vessels. الفيزلز ديت مع الهارت الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة اسمها circulatory system. circulatory system. هكتب لك الكلمة دلوقتي عشان تكون عارفها. اهي circulatory system. circulatory system مكون من ايه؟ من الهارت والفيزلز، blood vessels. وده ترانسبورت سيستم in our body. زي مين؟ زي الفلويم والزايلم. شطور. بس هنا ما اسمهمش فلويم وزايلم، هنا اسمهم هارت، قلبك الجميل، وبلاد فيزلز اللي هي العروق اللي بتمشي في جسمنا.
هما الاتنين مع بعض بيدونا حاجة اسمها circulatory system. السيستم اللي بينقل البلد والووتر والفود. انت بتاكل من بقك ينزل الاستومك، اللي بيودي بقى الاكل للبرين لمخك، اللي بيودي المية لرجلك، اللي بيوزع كل ده. السيستم الجميل بتاعنا اللي اسمه circulatory system هو ده اللي بيوزع كل حاجة. طب تعال نشوف عنه اكتر. الهارت ده بيعمل ايه؟ قلبك اللي بيدق ده بيعمل ايه؟ بيدق خلاص؟ لا. it pumps blood. pumps يعني بيضخ الدم. pumps blood to all the body parts. pumps blood هو اللي بيضخ الدم وينقل معاه الفود والووتر لكل جسمنا. طب البلاد فيزلز يا مستر محمود، في عندي نوعين. اول نوع اسمه arteries. arteries. arteries وده اللي بيكون لونه ريد ومليان بلاد فيه اكسجين. والنوع التاني اسمه فين. فين. فين وده بيكون لونه بلو وشايل بلاد has low amount of oxygen. البلاد اللي بيكون شايله فيه كمية قليلة جدا جدا من ايه؟ من الاكسجين. يبقى مين اللي بيشيل اكسجين اكتر؟ الارتريز. فالارتريز اهي carry blood rich in. يعني ايه rich؟ rich in يعني غني مليان فود واكسجين بيروح لكل اجزاء جسمنا. يبقى الارتري مليان بلاد فيه فود واكسجين. طب الارتريز زي ما قلنا. طيب الفينز. الفينز العكس، بتشيل بلاد مليان كربون دايوكسيد وويستس. الفضلات اللي في جسمنا اللي بتخرج بره، مين اللي بيشيلها يرميها بره؟ الفين. بيودي كل حاجة لمكانها عشان تخرج بره. يبقى الاتنين مع بعض بيعملوا circulatory system. فتعال نشوف هنا دلوقتي البلاد اللي ماشي في الارتريز مليان اكسجين وفود، واللي راجع من واللي راجع من جسمنا عشان يخرج بره بيمشي في الفين ومليان كربون دايوكسيد وويست. وده كان السيركلاتري سيستم. وخلي بالك ان البلاد moves in one direction، بيمشي في اتجاه واحد، يعني ما بيرجعش من نفس الطريق، بيرجع من طريق تاني. دلوقتي خلصنا ترانسبورت سيستم في البلانت اللي هو كان زايلم وفلويم. خلصنا ترانسبورت سيستم اللي اسمه سيركلاتري سيستم في الهيومن اللي هو كان بلاد فيزلز اند هارت. دلوقتي هنتكلم على اخر حاجه في الكونسبت بتاعنا اسمها seed dispersal. seed dispersal معناها the transport of seed. يعني ايه seed اصلا؟ seed معناها البذره، بذور النباتات. هل هي بتتنقل؟ اه بتتنقل وبتتحرك، ودي اسمها dispersal. So seed dispersal معناها حركة أو انتقال البذور. So it's a process in which seed transports from one place to another. لما السيد بيتحرك من مكان لآخر بنسميه dispersal. مستر محمود، أنا مش واضحة بالنسبة لي كويس. تعال أقول لك مثال. دلوقتي أول سيد عندنا اسمها كوكونات. شايف؟ عارف دي اسمها إيه؟ اسمها كوكونات right. This coconut هل هي موجودة في الشجرة في مكانها الطبيعي؟ لا مش موجودة في الشجرة، هي موجودة في الووتر. طب ايه اللي هيحصل لها؟ الووتر دي it will take it away، تاخدها بعيد، تفضل تنقل فيها وتحركها. يبقى بقى اللي حصل لها ده اسمه seed dispersal، عشان اتحركت من مكان لآخر. دي اسمها كوكونات right. وزي ما انت شايف تتنقل عن طريق ايه؟ الووتر. يبقى نحفظ الكوكونات سيد ازاي بتتنقل عن طريق الووتر. شطور. وعندنا سيدز تانية اسمها ديندلاين. عارفها الخفيفة ديت؟ ننفخ فيها فتطير. اسمها ديندلاين. This seed dandelion is so light. light معناها خفيفة. light. طب بتتنقل ازاي؟ عن طريق الويند. الويند اللي هو الهواء، رياح بتنقلها من مكان لآخر. كل شيء واضح؟ تعال نشوف ايه رقم 3. This one called maple. maple. This one is also light. خفيفة.
فبرضه زي الدندلاين بتتنقل عن طريق الويند وبتطير في الهواء. ممكن تدور عليها على اليوتيوب وهتلاقي فيديوهات ليها حلوة. تعال نشوف دلوقتي. هنلعب لعبة أو فزورة بتقولك هو ام اي، مين أنا؟ كاريس كوكونات، مين اللي بيشيل الكوكونات وبينقلها؟ وهي ليكويد يعني سائل وبنشربها كل يوم. ها، مين اللي بيشيل الكوكونات سيد؟ ووتر. شطور. Okay, another question. The coconut seed is dispersed by. dispersed معناها بتتنقل من مكان لآخر. dispersed تتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الويند الرياح، ولا sticking بتلزق، ولا الووتر، ولا الانيمالز؟ which one؟ water. Great. Another question. Wind transfers what and what؟ مين اللي بيتنقل عن طريق الويند؟ dandelion 1 and 3 يعني دي ودي، ولا ميبل ولا كوكونات؟ مين اللي خفيف ولايت؟ dandelion لوحدها، ولا ميبل لوحدها، ولا 1 and 3؟ 1 and 3. excellent. بعد كده عندي سيد تانية تتنقل عن طريق الانيمال. this fox is eating what apple right؟ جوه الابل ده مش احنا عندنا seeds وبتتنقل، يبقى تروح من مكان لاخر. يبقى الابل من ضمن الحاجات اللي فيها seeds تتنقل عن طريق الانيمالز. وبرضه التوميتو، as can you see السنجاب دوت بياكل التوميتو، والتوميتو دي فيها بذور بتتنقل من مكان لاخر. يعني لو جيت سألتك التوميتو والابل بيتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الانيمالز. that's great. واخيرا عندنا حاجه اسمها بيردك. بيردك سيد زي ما انت شايف عندها سباين. ايه عندها ايه؟ سباين. سباين معناها ان هي عندها اشواك، الشوك دوت. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها ستيكينج. يعني ايه ستيكينج؟ ستيكينج معناها ان هي بتلزق. ستيك تلزق، او اتاتشنج تلتصق بالانيمال فير، تلزق في فرو الحيوانات. ليه؟ because it has spines، عندها spines. طب هي اسمها ايه؟ اسمها بيردك. كل شيء واضح؟ تعالى دلوقتي زي ما انت شايف نشوف الصورة ديت للدوج ده، ايه اللي لازق فيه ده؟ بيردك سيد رايت، عشان هي عندها سباين. تعالى دلوقتي نجمع اللي احنا قلناه. عندي السيد والواي اوف ديسبيرسال. اول واحده كوكونات، انت عارف تتنقل بايه؟ dispersed by water. excellent. تعال نشوف مين الأخيرة. maple or dandelion تتنقل عن طريق ايه؟ wind. بيردوك فاكرها اللي كانت جوه الدوج اللي لازقه في الدوج؟ by attaching. والتوميتو والابل بتتنقل عن طريق الانيمالز. كده احنا خلصنا الكونسبت بتاعنا. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، متنساش تعمل شير، تكتب لي في الكومنتات بتتابعني منين. اللايك بتاعك بيفرق معانا عشان نكمل. واشوفك في الكونسبت الجاي. باي باي.